السلام عليكم. مش كل عيش اسمر على فكره او عيش الحبه الكامله يكون عيش صحي وفي بيبقى مغشوش. هقول لكم ليه بس النهارده بعد ما نعمل 46 رغيف بكيلو دقيق واحد، تخيلوا. وهنعمله بمنتهى السهوله وبمنتهى النظافه. الاول انا بقول لكم على نوع الدقيق علشان خاطر ما حدش يجي لي في التعليقات ويقول لي نوع الدقيق ايه. لازم يكون مكتوب عليه دقيق الحبه الكامله. والدقيق بيبقى فيه نسبة نخال عالية جدا وجنين القمح، عشان كده يا جماعة بنقول ان هو عيش صحي جدا مفيد جدا مليان الياف وبيساعد على الهضم، حاجات كده كتيرة قوي. احنا في مصر عندنا من زمان واحنا بنحب العيش ده. وهاخد من الكيلو ده كوباية كده على جنب، الكوباية المنقذة زي ما بسميها. وبعد كده هحط نص معلقة من الملح واقلب كويس قوي الملح مع الدقيق. وبعد كده هجيب في بولة تانية 3 كوبايات من المية الفاترة، عليهم معلقتين من الخميرة ومعلقة سكر. وهنا بقى الغش يا جماعة، هقول لكم ليه. بس الأول خلي بالكم المية لازم تكون فاترة فاترة يا جماعة. لو سخنة ممكن تخلي الخميرة ما تشتغلش أصلا، ولو باردة هتاخد منكم وقت طويل قوي. هنسيبها حوالي 4 5 دقايق لحد ما تفور كده. لكن لو ما فرتش يبقى كده الخميرة مش شغالة، لازم نستبدلها علشان كده ممكن تبوظ لنا العيش خالص. هاقعد أعجن قد إيه بقى؟ مش أقل من 10 12 دقيقة، 15 دقيقة كمان، يعني كل ما تعجنوا كل ما يكون أحسن. كيلو الدقيق 7 كوبايات من الدقيق، الكوباية اللي هي 200 مللي دي شلت منهم كوباية على جنب، يعني 6 كوبايات من الدقيق أخدوا 3 كوبايات من المية. ولأن عايزة العجينة تكون بتلزق شوية كده، فأنا هاخد منها شوية بشوية بس عشان أعرف ألم العجينة. عايزة عجينة طرية يا جماعة وفيها سنة تلزيق. بعد كده بقى هحطها في بولة واغطيها اسيبها تخمر كده حوالي ساعة ولا حاجة. طبعا وقت الخمير ده او وقت التخمير بيختلف من الشتاء للصيف، في الشتاء بتاخد ازيد شوية. الحمد لله ان اتبقى معايا شوية دقيق عشان افرد عليها. المهم ان هي كده خلاص اختمرت وبقت زي الفل. هبدأ بقى اقطعها. هرش شويه من الدقيق، ولو ما تبقاش بقى معاكوا دقيق كده ممكن تحطوا بقى رده، تفردوا على رده بقى زي الافران كده عشان تبقى صحيه اكتر. هاخد بقى الكور بتاعتي حسب الحجم زي ما انا عايزه. انا هنا بصراحه بخلي الحجم متوسط، يعني عشان خاطر ما يتبقاش كده من العيش، كل واحد يخلص الرغيف بتاعه وفي نفس الوقت اعرف افرزهم في الفريزر عادي جدا واخد منهم زي ما انا عايزه. وبعدهم كمان اهو علشان اعرف الكيلو طلع قد ايه معايا. طلع حوالي 46 رغيف من الحجم اللي انا هوريه لكم دلوقتي. بعد كده بقى اخدت 4 5 كور الاولانيين اللي انا قطعتهم وهفردهم نص فرده، وبعد كده هفرد الرغيف كل واحد بالسمك اللي انتوا شايفينه ده. شايفين؟ عشان ما يبقاش بس فيه البابه ويستوي بسرعه جدا معانا. واخر رغيف ده كان اكبر رغيف، الرغيف العملاق، ما ينفعش اقسمهم على 2 فعملتهم واحد. بعد كده بقى، وده مهم جدا، لازم احطهم في صينيه من تحت فوطه ومن فوق فوطه واسيبهم يخمروا المره التانيه، يعني مش اقل من نص ساعه تقريبا. بعد كده بقى جبت جريل، يا ريت تكون فيها طبقه كده غير لاصقه على درجه حراره فوق المتوسطه. واول ما تسخن اروح حاطه العيش اشمعه بقى على كل ناحيه 4 5 ثواني. يعني ايه اشمعه؟ يعني زي الافران كده، لازم تكون درجه الحراره من فوق ومن تحت مع بعض كده واحده علشان خاطر تقفل المسام والرغيف معانا ينتفخ. طبعا احنا ما عندناش الفرن ده، وانا بحب دايما اسوي فوق البوتاجاز، فانا هوريكم. اول حاجه بمسح طبعا الجريل عشان وقع فيها رده، واحط بقى الرغيف على اول ناحيه 4 5 ثواني واقلبه على الناحيه التانيه 4 5 ثواني. هيبدا ينتفخ معانا كده، هقلبه برده على الناحيه الاولانيه تاني وتالت لحد ما احس ان في حتت حمرا كده، يبقى كده استوى معانا. طب لو ما انتفخش هنعمل ايه؟ ولا حاجه، هنقعد برضو نسوي فيه كده، لان ممكن وانا بشيله مثلا اكون قطعت حته فيه، او وانا مثلا بساعده بالاسباتولا كده عشان ينتفخ اكون برضو قطعت حته فيه فلا هو خرج وما انتفخش معانا، بس برضو هيطلع حلو زي الفل. يعني انا في الشويه دول مثلا طلع معايا 3 4 ترغيفه ما انتفخوش، مفيش مشكله يا جماعه، يعني ما حصلش حاجه. شايفين الرغيف؟ يا نهار ابيض على الجمال. ده رغيف الحبه الكامله الصحي اللي مليان فيتامين بقى والياف وحاجات كده جميله. شايفين ده اللي ما انتفخش، اتقطع مني كده من الجنب بس برضه طلع حلو قوي. بحط بقى الكميه دي كلها في اكياس كده من بتاعه السندوتشات في الفريزر، اطلع منهم حسب ما انا عايزه. جربوه، واي حاجه تقف قدامكم ابعتولي بس، وانا من عينيا الاتنين برد على كل الناس. وان شاء الله المره الجايه اقول لكم على الغلطات اللي ممكن نقع فيها، والف هنا وشفا على قلوبكم. بس ما تنسوش تشتركوا في قناتي لو لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا زر الجرس كمان. انا اسماء بحيري، سلام عليكم.